يمي انا حافظ، بس هذا يلا ابو فات ابو لوري صلخني. اي يلا اعيد لك وعوا اثروا علينا الصادق. اي القصة عندها اخلاق، القصة انت مؤدبين مع الاسف، والله العظيم مع الاسف. استاذ كنت قاعد بالبيت سمعت صوت برا وطلعت شفت مرة ورجال وحدهم ينزلون غراض. هذا ما فعلته الأخلاق بالعراق. بعد انتشار واسع تسببت هذه الظاهرة باحترام متبادل بين بعض الأشخاص واحترام الأكبر سنا وسماع الكلام. ذاك اليوم زمت واحدة اتحرك وياه جريته من ياخته، قال لي استاذ اخويا اهدى الدنيا ما تسوى يا اخي، يعني حتى بطل مجاله هنا. يعني هسه تلظى تتفتفت. زين هم صادفك موقف انه واحد محترم انت شاف صبتنا وظل محترم؟ طبعا ذاك اليوم نزلوا ناس يمنا جدا، طلعت برا لقيت ابنهم يلعب طوبه، لزمته موته كتل، طلع ابوه تدرون سوى؟ لا تدرون سوى؟ ضرب ابنه قدامي. تدرون ايش قال لي؟ ايش قال لك؟ لا تدرون ايش قال لي؟ ايش قال لك؟ انا اسف. لاحظون هاي الحالات الايجابيه اللي ترست الشارع مع الاسف. شاب دا يعبر مره يعبرها الشارع، مع الاسف وين وصلنا؟ هسه تدعو في المره، تروح انت ميلك التنظيم، صير عضو بعصابه، بوق لك فت سياره، صاحب لك فت بنيه تحارش فيها، مع الاسف. بس مع الاسف ليش يجلسون؟ ليش؟ عم الله اكبر عليك، دمروني. علي صوتك لا تصير نمله. عم ما صايره، شلون وليد منطقتنا ادبسيز. ولا خير عليك. عنده شارجر يفحط بيها بالركن. شكو بيها؟ نشاط رياضي. اجا جيراننا يقول له عيب عليك، خلي عندك اخلاق، ترضوها؟ لا ترضوها؟ لا. يعني هذه الشباب الساقطه الادبسيزيه وين يروحون بعد من وراكم؟ انتم عين المحترمين. وين يروحون هذول الشباب الساقطين؟ مع الاسف. الله خير، انا ارد احكي مو تقطعها. احكي عمي بعد فرد نوب بالصيف ما يدخلون بالكيه، بعد ما حد يغلس على الكروه، ابو الكيه قام يطبق باحترام، يعني يصير؟ لا يصير! ما يصير والله ما يصير، دمروني موتونا عمي ما يصير. يعني انا اليوم شفت حاله ايجابيه مع الاسف، اي والله مع الاسف. بنيه حلوه قاعد تمشي بالشارع، ما شفت ولا شاب غيره سز من شبابنا الساقطين، تحارش بيها، ذبلها رقم، كسر عليها، سمعها حكايه ما حلوه. بس مع الاسف وين الخسه؟ وين الدناءه؟ وين البنيه؟ ما حد شاف البنيه شباب؟ مراقبون لهم رأي مغاير بأن سنين من الفساد والحروب أسست لوضع أخلاقي مستقر سلبيا، ومهما حاول البعض زرع الأخلاق فإن طريقهم محفوف بالمخاطر، وقد تفضي محاولاتهم إلى الفشل. لا يخافون الناس، المجتمع متفلش والحمد لله، والتفكك الأسري بازدياد، وهاي الشغلات اللي تصير مال، أنا آسف على التعبير، مال أخلاق سحابة صيف وتزول، وإن شاء الله الدبسيزية بخير. وهذا ما يدل أن هذه الظاهرة بدأت في الانتشار. البعض يعبر الكبير على السائد الآخر لأنه عاجز، والبعض يرمي النفايات بالمكان المحدد مثل الحاويات، والآخر يطأطئ رأسه بعد سماع كلام الآباء، والآخر يأكل الهيل وأوراق الأشجار حتى لا يشمه الأب بعد التدخين قبل دخوله البيت. الحمد لله والشكر، رصدنا حاله سلبيه بالشارع. شاب ما متربي اجى وعرض سيارته بنص الفرع وسد الشارع، وراح نسأله ليش سديت الشارع؟ ليش؟ الله استاذ انا ايش قد اكرهك، وين ما اشوفك بالتلفزيون اديره. هواي ناس يديرون الحلقات مالتي. ليش سديت الشارع؟ استاذ بدايه انا احب كلش اشكرك على الاهانه اللي هنتني اياها. واطيح حظك بعد. استاذ تقبلها؟ باع ولد العوالي شلون طابقين، باعهم المثقفين، باعهم المؤدبين. اي صح، كل من ببابه. فانا حبيت اضحي بسيارتي واطبقها بنص الفرع. ليش؟ حتى ولد العوالي يشوفون ما عندهم اخلاق. الله على اخلاقك الزفت. احكي لنا من البداية، صار وياك؟ صار استاذ كنت قاعد بالبيت وسمعت صوت بالباب وطلعت. زين. شفت مرة ورجال وحدهم ينزلون غراض. بصف اول ابتدائي انت قاعد تقرا قراءة، احكي لي ورا الفيش راح يصير؟ استاذ فساعدتهم ونزلت وياهم الغراض. يعني احنا بيا زمن عايشين اعزائي المشاهدين، تشوفون هذا الشاب
شلون للاسف سوى عمل اخلاقي وساعد جيرانه. اخلاقي وتربيتي دفعني ورحت جبت لهم غدا. انت ندمان 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 ندمان؟ إيه ندمان وبعد ما اسويها ف ها شباب جاهزين؟ يلا. هذا الكلب ايش وقت يسكت؟ ليش ما تسكت؟ ليش؟ اسكت 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 اسكت. يلا بركة يفوت واحد ساقط منا يقطعنا احنا ونصور حتى فشر عليه. يلا. موجة اخلاق تجتاح البلاد. امتعاض شعبي بسبب المعطيات الاخلاقية مما يدعو الساقطين والسرسرية الى لم شملهم والحيلولة دون اتساع فجوة الاخلاق. واقص ايدي من المتن اذا افتهمتوا شيء. من بغداد. ليش قطعت الكاميرا؟ ليش؟ تعال